فزعة مرشد التميمي لزيد العجاجي، هذا عنوان القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ بالقصة صلوا وسلموا على نبيكم الكريم. أنا الراوي أبو أيوب، برحب بالجميع. يلا حيهم. قصتنا ترى قديمة، له يمكن حول 100 سنة. في شاب من أهل حايل من ديرة نقالها جفيفة، ديرة زراعية. هذا الشاب مرشد التميمي يبحث عن عمل، فما لقى. الدنيا ذاك الأيام جوع وفقر، اللهم لك الحمد على النعم. المهم أنه قرر يروح لم جهة الشام، وكان وقتها الناس يروحون للشام والعراق ومصر يطلبون الرزق. مرشد التميمي اتجه للشام، وصل سوريا، وكان شاب قوي ما شاء الله ومعطيه الله بسطه بالجسم. فيوم وصل أراد الله أنه يسجل بالعسكرية السورية، أصبح جندي بالجيش أو بالعسكرية السورية، وكان جندي مجتهد جدا. وبعد فترة من الزمن يترفع ويصير وكيل رقيب، بمعنى أنه مسؤول عن 4 أو 5 أشخاص عسكر معه، ويتم تنقيله ما بين عمل العمل حسب الحاجة. فأخيرا استقر عمله على الدوريات الليلية. وقتها كانوا اللي يشتغلون بالشام يأخذون معهم فضة يهربونه خارج الشام، وكان هذا ممنوع. ما يبون الحكومة السورية، ما تبي تهريب الذهب والفضة إلى الخارج. وكان زي مرشد التميمي بهالدورية ومعه 4 أو 5 عسكر، وهو مسؤول عنهم ويمشي بالدوريات، وهذا عمله. راح أكثر من سنة، وسبحان الله من الصدف إن في واحد من أهل بريده قال له زيد العجاجي رايح مع عقيل ومشتغل بالشام، مشتغل بسوريا، وجامع فضة، والآن بيرجع للقصيم، بيرجع لبريده، بيرجع لأهله، ومعه حصيلة شقاه وتعبه سنوات، معه عملة فضية، وهذا طبعا شيء ممنوع. فعلشان يتجنب العسكر والتفتيش، أنت يا زيد العجاجي يمشي مع حملة أو مع مجموعة من الناس يمشون بالليل ويختبئون بالنهار، علشان ما تشوفهم الشرطة والعسكرية، عشان ما يشوفونهم. وزيد العجاجي راعي بريده يمشي بالليل هو الناس اللي معه، إلا ويطلع بوجههم عسكر سوريين، اللي هم العسكر السوريين ذولا مرشد التميمي ومعه 4 سوريين جنود من تحته. قبضوا عليهم، فتشوا زيد العجاجي واللي معه، ولقوا المحظور، لقوا معهم عملة فضية، معهم فضة. طبعا هذا ممنوع. وش بيصير؟ ياخذونهم للسجن، والمال اللي معهم يصادر. يعني تخيلتوا زيد العجاجي له سنين يشتغل بالشام، وكل محصوله يصادر ويسجن، وبعد فترة بيطلعونه ويقولوا له يلا هلك. يعني والله إنه ضيق الصدر ومأساة عظيمة جدا جدا. الوكاد العسكر السوريين مسكوا هاللي من عقيل وألقوا القبض عليهم وقيدوهم وربطوهم ومشوا بهم. الحين هم منتصف الليل وهم يمشون، ومر يتكلم مرشد التميمي مع العسكر اللي معه، الجنود اللي من تحته. يوم انه تكلم ولا لكنته ما هي بلكنة سوري، ما هو من اهل الشام، لكنة نجد. قال زيد العجاجي اشوى يا ولد، اترك من ربعنا. قال له مرشد التميمي إيه انا من اهل حايل، انا مرشد التميمي. قال زيد وانا زيد العجاجي، فزعك يا ابن اخي، يا التميمي تكفى، والله ان شقاي وعيالي ببريده ما يملكون شيء ان اخذت هالمال اللي معي وحصيلة جهدي وتعبي هالسنوات، إن يموتون عيالي فقر وجوع. ناخيك فزعك يا التميمي، فزعك. قال مرشد أبشر بس اسكت، وغمز له. الآن مرشد التميمي بيفزع مع زيد، لكن الإشكالية أن معه 4 عسكر سوريين، فلا بد يتخلص منهم. شلون يتخلص منهم؟ والله بلشة. فجاء وكلف واحد منهم بمهمة يرجع الديرة حولهم، قال رح سو كذا وكذا. راح واحد، بقي 3. الثاني قال له انطلق لدمشق وبلغهم اننا مسكنا ناس معهم عملة فضية وخلهم يجهزون الحجز وما الحجز. انطلق الثاني، بقي 2. يوم ما بقي الا 2 وهو بسرعة مرشد التميمي ياخذ سلاحه ويوجهه لهم. قال ولا حركة، فكوا قيد القصيمي ويفكون قيد زيد العجاجي. يوم فكوا قيده قال ربطهم يا زيد، وهو ماسك البندق عليهم ويربطهم. زيد العجاجي قال عاد أنتم زملائي وربعي، ولا ودي والله أني أسوي بكم كذا، لكن الظروف تبي تلقون من يفككم إن شاء الله مع طلعة النهار.
واستودعكم الله. ودعهم ومشى، وانطلق معه هذه الفضة ومعه ربعه القصمان اللي صاروا الآن ربعه، ولا قبل كانوا مقبوض عليهم. الآن أسرعوا المشي باتجاه الأردن. فعلا تجاوزوا الحدود السورية ودخلوا بالأردن. بان النهار واختبئوا لهم من مكان. الآن لو تلاحظون معي ترى مرشد التميمي خلاص فرط بوظيفته وبمرتبته من أجل الفزعة لابن الوطن ابن الأرض. المهم يوم دخلوا الأردن ولا النهار طالع عليهم ويختبئون بك المكان اللي وش حليل ويقعدون يطبخون غداهم. طبخوا الغداء. يوم طبخوا الغداء وبدأوا يتغدون، ولا مرشد التميمي رجالا شاب عطاه الله بسطة بالجسم وقوة بدن، وهم يتغدون ومر يغص زيد العجاجي بعظم، نشب العظم بحلقه. يوم طلعن عيونه يبي يموت والله، ويقوم مرشد التميمي ويضربه ضربة قوية على ظهره وعلى رقبته لمين نطق العظم، طلع خرج العظم سبحان الله وفكه الله. ففزعة مرشد زيد العجاجي فزعتين، يوم هو يطلقه ويحافظ على ماله، والآن يوم يطلع العظم من حلقه. مشوا واتجهوا تجاه عمان بالأردن. يوم انهم وصلوا الأردن قال مرشد التميمي يا زيد وين بروح أنا؟ أبروح النجد، والله أني خابر حائل وخابر النجد وخابر الجوع، لكن خل بروح الجيش واحد عسكري قال له أبو حنيس بالأردن، أبروح أسجل عسكري عنده وأنتم استودعتكم الله. زيد العجاجي شكره ودعا له وقال والله ما انساه لك يا مرشد، وتوادعوا. ومشى زيد العجاجي والربع اللي معه وجو وصلوا لمين القصيم، سلم الله لهم المال ولا سجنوا بسبب فزعة مرشد التميمي. مرشد جلس وسجل بالعسكرية اللي بالأردن، والدنيا منوسة هلات، ما في تعميم، بس يغير اسمه ويعطيهم اسم جديد ويسجل عسكري جديد. استقر بالأردن أنت يا مرشد التميمي، وجلس بالعسكرية اللي بالأردن 40 سنة وهو يعمل بالعسكرية اللي بالأردن، ما جاء حايل إلا كان زيارات. بعد 40 سنة جاء الملك عبد العزيز الله يرحمه والملك سعود الله يرحمه، وبداية وقت الملك فيصل الله يغفر له ويرحمه شيب أنت يا مرشد التميمي وقرر أنه يترك الأردن ويرجع لديرته حايل، ومستعجل هو أو مشتاق على قريته اللي طلع منها الديرة الزراعية اللي هي جفيفة، ومتحمس له إلى أبعد الحدود. عقب 40 سنة بالغربة أكيد الواحد بيشتاق لديرته. يوم أنه وصل حايل وراح لما جفيفة ديرتهم، ويتفاجأ إنه يابسه المزارع ولا مهجورة، ولا تخيلت أنت تجي مزرعة فاضية به آثار وبيت مهجور، والله حاجة محزنة. يوم وصل حايل وراح الربعه وجماعته وبين أخيه، وش فيكم تركتوا جفيفة؟ قالوا والما نزل، صرنا ما نقدر نطلع الماء، فالزراعة به خسارة 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 بلا ربح. بدأ يحول بهم، تكفون يا ربعي، جفيفة ديرتنا لا تتركونه. قالوا عطنا ماء ونرجع، ومعهم حق. يقول مرشد التميمي ولا تذكر زيد العجاجي من أهل بريدة، ويدورك الأجرة ويركب معهم ويتجه من حايل لبريدة. يوم وصل بريدة ويسأل الناس قال أبي زيد العجاجي، قالوا هذا بيته، ويدلونه على كالبيت. ويجي مرشد التميمي، ترى قصتهم يوم يتلاقون لها الحين قرابة 42 أو 43 سنة، وهم يوم يتلاقون كانوا شباب، الآن أصبحوا وين شيبان الحاهم بيض. وصل بيت زيد العجاجي وطق الباب، فتح زيد العجاجي، السلام عليكم يا رجل. قال زيد العجاجي وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. عمر يدخل. دخل مرشد التميمي، عندك يا زيد العجاجي، وجلس بقهوة، ومن أول رجال لا جاء الضيف هم اللي يصلحون القهوة، وبدأ زيد العجاجي يصلح قهوة ويصب قهوة هالضيف اللي هو مرشد التميمي، ويناظره مرشد التميمي قال له يا زيد عرفتن ولا ما عرفتن؟ ويناظره زيد قال والله يا اللحية الغانمة، لا والله ما عرفتك. قال ما تذكر مرشد التميمي؟ نسيت يوم بالشام يوم بسوريا؟ ويناظره زيد هو مو بهو. قال يا زيد نسيت يوم ينشب العظم بحلقك واضربك وينطلز العظم
أمر يضحك زيد قال إلا يا مرشد، إلا والله ذكرتك، لكن تدري إن لو أنت مخلينا العظم يذبحن أهوى من ضربك ليك اليوم. ويضحكون. يوم عرف زيد العجاجي إن هذا هو مرشد التميمي ويصوت لعياله: يا فلان يا فلان يا فلان، وين أخوك؟ قال بالسوق. قال رح نادوه. ويجمع عياله يوم صفوا بالمجلس. قال: يا عيال وش وصيتكم أنا إن الله كتب ومت؟ قالوا: والله وصيتنا يا يبا على رجال إن جاهو أو أحد من ذريته يقال له مرشد التميمي إنه على ما قال حاجته مقضية وله معروف ما ينسى. قال: بس الآن زيد العجاجي أثبت المرشد التميمي إنه ما نسى معروفه. إيه قعد ضيف. يوم راح اليوم الأول والثاني، يوم صار اليوم الثالث قال زيد العجاجي المرشد التميمي: وش حاجك يا مرشد؟ قال: والله حاجتي يا مرشد أنا عقب 40 سنة جيت ديرتي جفيفة ولا المنازل ولا بر جافة والمزارع مهجورة، أبي فزعك بهالموضوع. سبحان الله، من محاسن الصدف إن زيد العجاجي كانت تجارته بالمعدات الزراعية، مكاين طرمبات، وكان غني. أنت يا زيد العجاجي. قال: أبشر والله يا مرشد، وابشر والله باللي تامر عليه كله ملبالك، وروح لمديرك، ارجع لجفيفة وارجع لهله وقل لهم اللي بيرجع لمزرعته المكينة والطرمبة والمواصير وقطع الغيار كله على زيد العجاجي، كلهم بدون استثناء. وترى راعى الأوله ما يلحق، وانت يا مرشد راعى الأوله. قال له مرشد التميمي: ما قصرت وجزاك الله خير، أبشر. وحطوا ضربوا موعد بينهم، وفعلا ينطلق أنت يا مرشد ويروح لم حايل ويجمع أهله وربعه وجماعته. ها؟ قالوا: وي والله من حصل له مكينة وطرمبه ومواصير مجاني، إلا والله رجعنا نزرع. ويرجعون وتجي هالتريلات محملة بالمكاين والطرمبات طالعة من القصيم باتجاه جفيفة، والله يبدون يشتغلون هالعمال ويركبون هالمكاين، وترجع جفيفة وترجع زراعية كما كانت قبل 40 سنة. فهذه جزء بسيط من الوفاء اللي استحقه مرشد، لأن مرشد تراه فاد بعمره وبوظيفته ومستقبله. ولا قصر زيد العجاجي بهالرد الكبير، رد عليهم مبلغ كبير ومعدات كثيرة، وكل واحد منهم ما شاء الله أثبت طيبه وجوده. الله يغفر لهم أجمعين، وموتانا موتاكم وجميع موتى المسلمين. وبنهاية هالقصة تذكرت أن جفيفة بسبة نقص الماء جفت. وشوفوا سبحان الله العظيم، هالأرض لا زراعة ولا لي ولا آبار ولا شيء طول السنة، إلا إذا جاهم الثلوج تنتهي الطبيعة، تصير ثلج، ومجرد ما يذوب الثلج تجيك هالطبيعة. ما يعرفون الآبار اللي نعرفها حنا، ولا يفكرون به، ابذر واحصد. بنهاية القصة أشكر لكم طيب الاستماع، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.